السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى على القناة في فيديو جديد. وصفتنا اليوم غادي تكون بطاطا القصبية باللحم الغنمي، طبق كيجي رائع، لذيذة وسهلة في التحضير ديالها. وغادي نشارك معكم كذلك بعض المعلومات عنها لأنني أنا غرستها في الجردة وتبارك الله عطاتني الغلة وعطاتني المنتوج. غرستها العام اللي فات في شهر 12، كنت خديتها هكا من المحل وطيبتها، وداك القشور ديالها درتهم في التراب. ملي وصل شهر 6 في المواد جوان تبارك الله نبتات. بالنسبه للنبته ديالها او لا بلانط ديالها كي كتكون بحال الشكل ديال نوار الشمس، كتكون تبارك الله طويله وطلقه داك الورق خضر. صافي ملي كيوصل نوفمبر ديسمبر كتكون واجده، هي كتبغي الماء، كتبغي السقيان دائما. وهنا تبارك الله في فرنسا راه دائما الشتا كتكون شبعات ماء، وهذا هو المنتوج او المحصول اللي حصلت عليه. كيف ما كتلاحظوا الارض مازال مغيصه لان تبارك الله الشتا دائما كطيح. دابا غادي نزول القياس اللي غادي نطيب منها، وانا راه ديجا طيبت منها وجات بنينه، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم واحد الطويجن بها كتجي رائعه. انا هنا خديت واحد الكميه اللي غادي نطيب، صافي غادي نديرها في واحد البانيو فيه الماء وغادي نغسلها من داك التراب لان الارض كيف ما قلت لكم مغيصه على حسب الشتاء. غادي نغسلها مزيان ننظفها جوج مرات او ثلاثه حتى يزول هذاك الغيص او داك التراب منها. كيف ما كتشوفوا راها طبيعيه، ما فيها لا مواد كيماويه او لا دواء، ما فيها حتى شي حاجه. ها هي دي غادي نزيد نغسلها حتى تنظف مزيان من داك التراب باش ندوزو ان شاء الله نطيبوها. دابا غادي ندوزو نطيبو الطواجن ديالنا. عندي هنا كميه ديال اللحم الغنمي غادي نوضعوه في الطنجره. بالنسبه للكميه ديال اللحم على حسب شحال ما توفر عندكم، تقدروا ديروها كذلك مع الدجاج، ولكن اللحم كيجي بها زوين بزاف. عندي هنا بصله كبيره مقطعه رقيقه مشلضه، وهنا عندي واحد جوج فصوص ديال الثوم مطحونه. دائما الثوم مع اللحم كيعطي واحد اللذه زوينه. هنا عندي شويه ديال القزبر والمعدنوس، كان عندي في المجمد، الا كان عندكم طري من الاحسن. دابا غادي ندوزو باش نديرو التوابل. عندي شويه ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره، كذلك غادي نضيفو نص معلقه صغيره ديال البزار او الفلفل الاسود، شويه ديال الملح حسب الذوق، ما نكثروش الملح بزاف. غادي نضيفو الزيت الكافي لهاد الطويجن هذا او لهاد الطنجره اللي غادي نديرو، وشويه ديال سكينجبير او الزنجبيل. دابا غادي نوضعوها على النار ونخليوها كتقلى، ما كنديروش الماء في الاول حتى كتقلى لينا البصله مع اللحيمه. دائما ملي تكونوا كطيبوا ما ديروش الماء مع هكا اللحم من الاول، ديما ديروه حتى كتقلى اللحيمه والبصله كتشحر وكتاخذ حقها على نار متوسطه، ما تكونش مرتفعه بزاف. دابا غادي نقلب هذاك اللحيمات مره مره، كنقلبهم وبالنسبه للماء دائما ديروه مغلي على اللحم. عمركم ديروا الماء بارد مباشره في الطنجره، كنديروا الماء مغلي حتى هو القياس اللي غادي يكفي فاش غادي يطيب لينا اللحم. انا هنا غادي نطيب غير في الطنجره، ما غاديش نطيب في الكوكوط، وغنخليها وندوزو باش نقيو البطاطا ديالنا. من بعد ما غسلتها راه مازال فيها شويه ديال التراب، ولكن غادي نقشروها. ضروري ما ديروا الليغات لان هي هاد البطاطا راه ماشي بحال البطاطا العاديه، راه كتكحل اليدين وكتردهم في شكل بحال الشكل ديال الخيزو والقناريه.
من الاحسن ديروا واحد الليغات هكا وبداو كتقشروها، ما تاكلوش منها بزاف. كما قلت لكم هاد القشور هادو تقدروا تزرعوهم، راهم هما اللي نبتوا لي وعطاوني هاد تبارك الله هاد المنتوج هذا. غير هاد القشيرات كتقطوهم وديروهم في التراب. بالنسبه للناس اللي عندهم هكا الجرده عندهم فين يغرسوا. البطاطا القصبيه ما كتحتاجش انها زعما الزريعه ديالها اولا شي حاجه البذور ولا شي حاجه اخرى، كتغرس حتى هي بحال البطاطا الاخرى. البطاطا الاخرى كنغرسوها بالحبات، وهذه كنقدروا نغرسوها غير هكا، ولا تزولوا غير واحد شويه من ديك القنيتات اللي كيكونوا خارجين منبتين، هادوك راهم هما اللي كيوليو ينبتوا ويعطيونا شجره اولا محصول ديال البطاطا القصبيه. هي راه دغيا كطيب، ما كتاخذش وقت كثير في الطياب ديالها، راه فتيه سبحان الله، ما والمذاق ديالها مميز بوحدو. المهم انا غادي نبقى كنقشرها، لا بانت لي شي حاجه هكا كنزولها كيف ما هكا بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه ديالي. كنديرها في الماء كيف ما كتلاحظوا، وهنا شفت داكشي قليل وليت زدت زولت شويه، رجعت للجرده وليت زولت شويه ديال البطاطا. غادي نولي حتى هي نقشرها، نحاولوا معاها غير بشويه باش كنحافظوا لها على داك الشكيل ديالها، لان هي كتجي دايره مضلعه اولا بحال عندها العوينات، ولا مهم الشكل ديالها كيكون ماشي بحال البطاطا العاديه، شكلها في شكل بوحدو سبحان الله، ولكن المذاق ديالها زوين بزاف. كاين بعض الناس اللي ما عمرهم ما داروها ما طيبوها، راها كتكون في الاسواق متواجده كيف ما كتلاحظوا. هاد التشكيلات سبحان الله ديالها هادو تقدروا تزرعوهم كيف ما قلت لكم. هاد الرويصات تخليو شويه فيهم، ما تاكلوهمش رقاق، تقطعوهم غير شويه شويه وديروهم في التراب، راها غادي تعطيكم ان شاء الله واحد الكميه كثيره تاكلوا وتعاودوا فيها. المهم انا غادي نقشر هاد الباقي اللي زدت، غادي نحاول نقطع منها شويه لان الريوس كبارين. صافي غادي نقشرها وعاد باش على ما طيب لي اللحيمه. من بعد ما قشرتها كيف ما شفتيو ها هي دي، غادي نغسلها ونعاود واحد جوج مرات. وهي كتحتاج الحامض مصير، عندي هنا واحد الكميه غادي ناخذ منه شي شويه. بالنسبه لهذا الحامض هذا راني درتو على يدي، راه عندي فيديو فيه في القناه عفوا. دابا من بعد ما وضعت البطاطا ديالي حتى طاب اللحم، ملي كنشوفوا اللحمه ديالنا طابت وجدات عاد كنديروها هي، لان هي دغيا كطيب ما كتاخذش اكثر من ربع ساعه. غادي نضيفوا واحد شويه ديال الحامض مصير ونخليها كطيب على خاطرها. من بعد ما طابت كيف ما كتلاحظوا ها هي واجده. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نقدموا الطبق ديالنا. كتجي لذيذه بزاف، اللي ضايقها راه غيعرف المذاق ديالها، واللي ما ضايقهاش يجربها، راه كتجي لذيذه وزوينه. كتكون كيف ما قلت لكم فصل الشتاء، كتكون هذا هو الموسم ديالها، بحال البطاطا الحلوه حتى هي. غير سبحان الله كل بطاطا والمذاق ديالها والشكل ديالها. البطاطا الحلوه عندها الشكل ديالها الخاص، البطاطا العاديه خلاص المعروفه الغنيه عن التعريف، وهذه البطاطا القصبيه حتى هي عندها مذاقها خاص مغاير على البطاطا الاخرى، وفتيه بزاف دغيا كطيب، راها كتولي بحال الزبده. دائما ديروها هي الاخر حتى يطيب لكم اللحم، عاد ديروها راه ما كتاخذش وقت كتير، وصراحه اللذه ديالها كتجي زوينه. بالنسبه للمريقه كيف ما كتشوفوا كتجي ملبيه وخاتره، هي ما خصهاش المرقه كثيره باش ما تجيش ميها. دائما الطبخ كامل خصو المريقه تكون خاتره. غادي نضيف عليها حبات ديال الزيتون من الفوق كاضافه الا بغيتوهم. نتمنى ان شاء الله تجربوها، راها كتجي لذيذه غادي تعجبكم. غير جربوها ما غاديش ندموا عليها بهذه الطريقه هذه. هي كذلك ما كنديروش فيها حنا مطيشه. كاين اللي كيدير مطيشه في الطياب كامل مع اللحم، حنا ما كنديروش مطيشه في خيزو، وكذلك ما كنديروهاش في البطاطا القصبيه، وما كنديروهاش في القناريه اولا الخرشف. هادو ثلاثه ديال الاطباق ما كنديروش فيهم البطاطا عفوا المطيشه اولا الطماطم بقى بالي مع البطاطا. كيف ما كتلاحظوا الطبق ديالنا هو هذا، راها فتيه دغيا كطيب، كتولي زبده وما كتاخذش وقت كتير.
نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، وما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. الى فيديو اخر ان شاء الله ووصفه اخرى. خليتكم على خير والسلام عليكم.